السلام عليكم ليكيب. اليوم راح نتكلموا على نقطة مهمة جدا يعني، ولا موضوع مهم جدا واللي تجينا عليه بزاف أسئلة، وهي الطعن على فيزا فرنسا. يعني الأشخاص اللي يديو رفض على فيزا فرنسا يسقسونا بزاف ويجونا أسئلة بزاف من عندهم. يعني هل ندير طعن ولا لا؟ هل الطعن يعني نقدر نجيب له الفيزا ولا لا؟ وكيف يعني إذا حبيت ندير طعن كيفاش راح ندير الطعن تاعي، وش هو لي زيتاب اللي نديرهم باش ندير طعن يعني بطريقه صحيحه وما نكونش غلط فيها. اليوم يعني حبينا ندير لكم هذا الفيديو اللي فيه كل شيء يعني، وكل ما يتعلق بالطعن تاع فيزا فرنسا، كيفاش تعمروا وقتاش ديروا وقتاش ما ديروش، وهل يعني كاين حظوظ انهم يرجعوا لك لو فيزا بعد ما دير طعن ولا لا. تابعونا في هذا الفيديو من البدايه حتى للنهايه، وراح نتعرفوا مع بعض على كل تفاصيل تاع هذا الموضوع. اول حاجه نتكلموا عليها ليكيب هو كما العاده وكما عودناكم دائما، احنا قبل ما نتناولوا أو اي موضوع ولا نتكلموا على اي موضوع نديروا عليه مقال اللي تلقاو فيه يعني كل شيء، باش هكذا ما نتعبوش خاوتي، باش هكذا كي تدخلوا مباشره لل كيما نقول هنا لوليا، يعني الرابط تاع المقال اللي راح نخليه لكم اسفل الفيديو، راح تلقاو كل شيء، يعني كل شيء راح تلقاوه هنايا باش هكذا ما نتعبوش بزاف، وهكذا يكون كل شيء واضح. يعني واللي ما يفهمش من الفيديو ولا ما يفهمش راح يزيد يدخل في المقال هذا، راح يزيد يلقى كلش باذن الله ان شاء الله. يعني اول حاجه نتكلموا عليها فيما يخص الطعن هي متى يعني ندير الطعن، ومتى نيفيتي ما نديرش يعني الطعن لو ريكور، او كما يعرف باللغه الفرنسيه لو ريكور. كيما نقول حنايا كاين اشخاص يعني ملي ما دو بريفيرونس، ودائما ننصحهم انهم ما يديروش لو ريكور ويفيتيو باش يديروا لو ريكور، لانه بالنسبه لهم راح يكون اون بيرت دارجون، اون بيرت ديفور، اون بيرت كيما نقول هنايا تاع كيما نقول حنايا تاع كلش، يعني ما راح يكون حتى كيما يقولوا ما راح يكون حتى مفيد، ولا ما يكون راح يكون حتى نتيجة من وراء كتابة الطعن. وين هذه الفئة؟ هذه الفئة يا خاوتي هي جماعة اللي جامي داو فيزا فرنسا من قبل، يعني أول مرة يديروا طلب ويرفوزيهم. يعني من الخطأ أنك تروح دير مباشرة الركور وانت جامي ديت ان فيزا من قبل، لأنه هذا الفيزا كما نعرفو كمل ستان فافير سي با ذا دروا، كيما نقول يعني مش حق والله مش واجب على الكونسيلات دو فرنسا انهم يمدوا لك لو فيزا بمجرد ان تطلب الفيزا، ولا بمجرد انه الدوسي تاعك كومبلي ومكمول من كلش، يعني راح يكون عندك الحق في الحصول على الفيزا. هذه معلومة غلطة يعني، وكاين أشخاص بزاف يطيحوا فيها ويغلطوا فيها، هي أنهم يروحوا يديروا طعن هما جامي داو فيزا من قبل. وبكل صراحة يعني نكون معكم صريح، يعني الأشخاص اللي جامي داو فيزا من قبل حظوظهم راح تكون صغيرة قال لي كيما إذا ما قلناش مستحيل، من سبع المستحيلات أنهم يمدوهم فيزا أبري الركود. وين هم الاشخاص اللي يقدروا يديروا الريكور خاوتي؟ اشخاص اللي موالفين يدوا لي فيزا من قبل، سواء داو فيزا ولا زوج ولا 10 فيزات، ولا كاين حتى اللي كان عنده فيزا سيركيلاسيون ورفيزاوه. ابري ما يرفيزيوه كيما نقول هنا يقدر يدير الريكور ميم في لا ليتر تاع الريكور، يعني الرساله راح يكتبها يعني رساله التظلم ولا رساله الطعن، يعني اللي عارض فيها القرار تاع الرفض تاعو، راح يلقى يعني الحجج، وراح يلقى لي زارغيومون اللي يقدر كيما نقول هنايا يحاول يكونفينكي بهم او يقنع بهم لو كونسيلا تاع عفوا الجهات يعني اللي راح تدرس الطعن تاعو. كيما نقولوا راح يلقى واش يكتب في الرساله هذيك، وراح يلقى يعني الحجج له. بار كونتر واحد اول مره يتفاهم يعني ماكش راح تلقى ميم با لي زارغيمون اللي تحطهم في الرساله، يعني ماكش ميم با تقدر يعني تكتب رساله جيده وفيها دي زارغيمون مليح وحجج مليح اللي يقدروا يعاونوك باش يعني كيما نقولوا هنايا السلطات الفرنسيه تغير القرار تاعها، وابري الروفي تعاود تنصفك وتعطيك لو فيزا تاعك. بار كونتر الاشخاص قلنا اللي عندهم لي فيزا من قبل، يعني هادو يعني راح تكون كما نقولوا حنايا مالغري لو ريكور، يعني سي دانيي من الصعب جدا انك يعني تدي الفيزا بالريكور، ولكن يعني هاد الاشخاص راح يكون عندهم حظوظ مقارنة بالاشخاص اللي جامي يطلبوا فيزا من قبل. كما نقولوا هنا هذه اول حاجة نتكلموا عليها، واللي هي
اشخاص اللي لازم يديروا اللي يقدروا، مش لازم، اللي يقدروا يديروا الركود راح يكون عندهم حظوظ بالغ ضئيلة شوية، بصح على الأقل راح يكون عنده حظ في الحصول على الفيزا. هما أشخاص اللي عندهم فيزات من قبل تاع فرنسا و ابري ريفيزيهم يقدروا يديروا الركور. اما بالنسبه للاشخاص تاع اول طلب، حنا ننصحهم ما يعاودوش للركور، سواء يبدلوا البلاد سواء يصبروا شويه ويعاودوا لا دوموند فيزا تاعهم، باسكو لانه في بعض الاحيان يعني لو ريفي هذاك راح يكون ظرفي فقط، يعني بسبب انك حطيت في بيريود ماشي مليحه والله، وكي تعاود من بعدها راح يعطوك لو فيزا تاعك. بون ثاني حاجة يعني نهضروا عليها هي المراحل تاع تقديم لو ريكور. خاوتي لو ريكور راح يكون يعني راح يلحقك ابري ما تريكيبيري الورقة تاع تريكيبيري عفوا الظرف، يعني والله الكوري هذاك اللي فيه يرجعوا فيه الباسبور يرجعوا فيه لو ريفي. راح يكون عندك اموا باش تبعث لو باسبور تاعك، يعني لادريس تاع كيما نقولوا هنايا الكوميسيون كونتر لي ديسيزيون دو ريفيت فيزا في نونت، يعني لجنة قرارات الرفض الفيزا على مستوى نونت، اللي حنخليوكم لادريس تاعها تلقاوها هنايا. بار اكزومبل هنايا هذه هي لادريس خاوتي، كيما نقولوا اللي تبعثوا لها لو كوري اللي راح يكون فيه، وش راح يكون فيه؟ راح تكون فيه رسالة طعن، يعني راح تكتب فيها، تهز الورقة تاع لو ريفي تاعك، تشوف لي موتيف لي ريفيزيوك على جالهم، وتحاول انك تتناول هذوك النقاط اللي ريفيزيوك على جالهم نقطة بنقطة يعني، وتسيي كيفاش تكونفينكي لا كوميسيون هذه باللي القرار كان غير عادل وغير منصف، وكان يعني ظالم في حقك، يعني راك مظلوم. ولي موتيف لي ريفوزيوك على جالهم ماهمش دي موتيف لي يقنعوك. باغ اكزومبل اشخاص عندهم دي فيزا بزاف وابري يديروا لهم لو موتيف تاع انا خايف انك تروح وما ترجعش، يعني هنا هذا الموتيف مش راح يكون لوجيك، وتقدر تعارضه في الرسالة وتكتب لهم باللي انا باغ اكزومبل كون جيت حاب نروح انا لي سولوتوك راني رحت لاني كان عندي دي فيزا من قبل ورحت لفرنسا من قبل، بصح جامي نويت اني نحرق الفيزا تاعي والله ما نرجعش ابري ما تكمل لو فيزا تاعي. دونك قلنا خاوتي اول حاجه ديرها هي تكتب رساله الطعن، تعمرها، تسي كيفاش تقنعهم فيها، وتكتب يعني الحجج تاعك اللي تسي كيفاش تبدلهم بهم الراي تاعهم، يعني اللي هو الرفض بالطبع. ابري تروح للمرحلة الثانية، واللي هي تزيد دير اون كوبي على الدوسي كامل اللي رجعوه لك ولا اللي حطيته دفعته نهار الاول في الفيزا، وتزيد دير اون كوبي على الورقة تاع الروفي تاعك، وتحط كلش يعني بالرسالة اللي حررتها اللي كتبتها، وبليس لي دوكيمون تاع لو دوسي تاعك بليس الورقة تاع الروفي تاعك، حطوا في ان كوري وتبعثهم كيما نقول هنا بار ان كوري ريكوموندي في لابوست، يعني باش بالعفسه تاع الميزان، يعني تروح عندهم راح يوزنوا لك لو دوسي تاعك كامل، باش هكذا يعطيوك كيما نقول هنا لاكيزي دي ريسبسيون نهار يلحق لو دوسي تاعك، لانه راك مقيد اون دات لازم يلحق فيها لو دوسي تاعك، لازم قبل ان موا من لا دات تاع الريفي يكون لو دوسي تاعك في لادريس اللي راكم تشوفوا فيها هذه في نوت، يعني هذه هي لادريس اللي تكتبوها كيما نقولوا هنايا في لاكو في الكوري تاعكم، لا كوميسيون دو ريكول كونتر دي ديسيزيون دو ريفيت فيزا دونتري دو فرانس سي ار ار في بوات بوستال 83609 لو كود بوستال 44036 نونت فرنسا. يعني هذه هي لادريس تبعثوا ليها الدوسي، كيما قلنا لكم ديروا افيك ان اكوز دي ريسبسيون باش هكذا تعرفوا وقتاش يحكم لو دوسي، باش ايضا هذيك لادات اللي تلحقكم فيها يلحق الدوسي فيها هاد لادريس اللي كنتو فيها امامكم في نونت، هذيك هي لادات اللي تبداو تحسبوا عليها مدة الرد. يعني مدة الرد إذا تجاوزت شهرين وما رجعولكش، هذا يعني كيما نقولوا هنايا يعني عفوا 3 أشهر بعد ما لحقك لا دات تاع لاكيزي دي ريسبسيون، يعني بعد ما يحكم لو دوسي، أعرف باللي اوتوماتيكمون لو دوسي تاعك
او لا كوميسيون هذه او اللجنه هذه اللي درت الملف تاعك راهي ايدت قرار تاع لو كونسيلا بالرفض طلب الفيزا تاعك. وفي حاله يعني لقاو الحجج تاعك مقنعه وباللي راهم ظلموك وباللي القرار تاع الكونسيلا كان خطا، لا كوميسيون هذه راح تكونتاكتي في هذوك قبل 3 اشهر بيان سير، غتكونتاكتي الكونسيلا والكونسيلا تكونتاكتيك باش تديرهم الباسبور تاعك ويعاودوا يعلقوا لك لو فيزا تاعك. اما في حال ما رجعولكش في مدة 3 اشهر، يعني هذا رسميا يعني هذا تأييد من لا كوميسيون للقرار تاع الكونسيلا، يعني راهم كملوا في لو روفي تاعهم وايدوا القرار تاع الكونسيلا اللي عطاتك لو روفي، وبهذا يعني الرطعن تاعك راهو مرفوض رسميا. يعني تقدر تروح تشوف دير اون اوتر ايطاب، سواء تعاود لا دوموند فيزا ولا تروح تبدل البلاد تدير في ان اوتر بي، ولا ليسونسيال تشوف كيفاش دير حل اخر ابار الطعن، يعني الطعن تاعك هنا ما مشاش. وبالنسبة خوتي آخر حاجة نتكلموا عليها بالنسبة للطعن هذه، هي أنه خليناكم خوتي ملف يعني نموذج تقدروا تهزوا عليه وتخدموا عليه، يعني ان اكزومبلير اللي تقدروا تهزوا عليه. هذا يعني اجتهاد من عندنا، ما كناش نحطوه مي حبينا نحطوا الأشخاص، يعني راح تلقاو في المقال تاعنا لكم تشوفوا أمامكم كيفية تقديم الطعن. تجيو لهذا اللي تحميل نموذج من رسالة الطعن لاستعمالها في الاعتراض على قرار فيزا فرنسا على شكل بي دي اف. اضغطوا هنا، راح تضغط هنا، يعني احنا رانا طالعينه ديجا، راح تلقى كيما نقولوا كيما راكم تشوفوا هنا ان اكزومبلير على الرسالة تاع الطعن تاع فيزا فرنسا. هنا كيما راكم تشوفوا هنا الجي لو، هنا راح كل واحد يكتب لا دات والمكان تاعو. باغ اكزومبل اذا كان واحد من برج باراج يكتب برج باراج، اذا كان واحد من بيجاية ولا تيزي وزا يكتب تيزي وزا. هنايا ماشي شرط تكتبوا الجي. نو برينو بيانات الاسم اللقب تاعك، لا دات نيسونس والليو دو نيسونس تاعك، لادريس تاعك، لو نيميرو تيليفون تاعك، لو نيميرو دو دوسي راح تلقاو في الورقة تاع الروفي الماتريكيل. لا دات تاع الروفي راح تكتبوها هنا ايضا، راح تلقاو في الورقة تاع الروفي، النيميرو دو باسبور تاعك ولا فونكسيون تاعك يعني المهنة تاعك. وتجي هنا تكتب لوبجي اللي كما راكم تشوفوا امامكم. هنا راح تغيروا فقط كيما نقول هنا لي رونسينيمون على حساب كيما نقول هنايا على حساب لو روفي تاعكم ولي موتيف اللي عطاوكم. هنا كيما نقولوا تبدلوا لي دات. وهنا ايضا هنا جي دوموندي لو فيزا، هنا ايضا اون دات. وكيما نقولوا هنا تحت كيما نقولوا هنا انا كاتب لهم لي دات، عفوا لي موتيف. هنا راح تكتب لي موتيف تاعك لي ريفيزيوك على جالهم. وهنا تهبط لتحت راح تسي كيفاش تقنع لا كوميسيون ولا اللجنه اللي حتدرس الملف تاعك باللي هذوك لي موتيف اللي راح تحطهم لهم هنايا راهم غالطين وراهم ظلموك، وما تسهلش انك تدي هذا لو ريفي. هذه ترجع لكم، انا راني خليت لكم يعني على حسب لي موتيف هذو الزوج اللي اكثر يعني الاشخاص بزاف يحصلوا عليهم. راني درت لكم هنا ان باراغراف ابيبري يعني كيفاش، وكل واحد حر واش يزيد وكل واحد حر واش يكتب يعني. وايضا ما لازمش ديباسيو اداب، يعني الاداب تاع الحوار. وايضا في يعني كاين اشخاص بالك يتقلقوا ولا منا ويبدا يعني يكتب بطريقه عشوائيه وبطريقه يعني في بعض الاحيان تكون فيها واحد ألفاظ سيئة والله. هذه ماذا بكم تيفيتيوها في حالة ما إذا كنتم حابين أيضا تديو تكون عندكم حظوظ في الحصول على الفيزا. وبهذا نكون أنهينا من الفيديو، إن شاء الله نكون فدناكم إن شاء الله. إن شاء الله أيضا ما تنساوش تديروا لنا أبوني في لاشين تاعنا خاوتي. واللي عنده سؤال حول لي ريكور ولا أي موضوع آخر يخص الفيزا سواء في فرنسا ولا أي بلد آخر، يخلينا لا كيسيون تاعو في لي كومونتير. واذا ايضا او تدخلوا عندنا لي ريزو سوسيو تاعنا سواء الفيسبوك ولا الانستغرام وتخليوا لنا لي كيسيون تاعكم، وهنا ايضا باذن الله ان شاء الله راح نحاول نجاوبكم في اقرب وقت ممكن. والسلام والى فيديو اخر ان شاء الله.